السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل صنف حلو من أصناف حلو رمضان. كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. هنعمل الجلاش الحلو بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هتطلع زي الجاهزة إن شاء الله. هتعجبكم جدا وهتشرفكم قدام ضيوفكم لو عاملين عزومات في رمضان هتشرفكم جدا، وكمان في الأيام العادية هتعجبكم جدا جدا إن شاء الله. وهنعملها بطريقة كمان سهلة وبسيطة. اول حاجه هنعملها نحضر الشربات عشان يلحق يبرد معانا، لان احنا بنحتاج في الجلاش الشربات يكون بارد. عندي هنا انا بس عشان الكاميرا كانت فصلت وانا بصور فعدت المقطع ده تاني. ده عندي هنا كوبايه من الميه عليها كوبايه ونص من السكر. هقلبهم مع بعض وبعد كده هرفعهم على النار. اول ما يبتدوا يغلوا هضيف عليها عصير نص ليمونه. تمام كده. وهسيبهم حوالي 10 دقايق. انا مش عايزه الشربات بتاعي يكون تقيل، انا عايزاه خفيف. هسيبهم حوالي 10 دقايق على نار هاديه، وبعد كده هحط رشه من الفانيليا وهرفع على طول من على النار. الفانيليا محطهاش في الاول عشان لو حطيتها في الاول الريحه بتاعتها بتروح. اول حاجه عندي هنا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيب لفه الجلاش بتاعتنا اهي. هي كانت عندي في الفريزر، انا خرجتها قبلها بساعه كده عشان تلحق تفك معايا. الصينيه اللي هنسوي فيها الجلاش بتاعنا عندي هنا سمنه سايحه، دي حوالي كوبايه من السمنه السايحه. هناخد على قد ما نحتاج. تمام كده. هحط شويه من السمنه كده في ارضيه الصينيه، كتري بس شويه عشان الجلاش يتحمر من الارضيه كويس. على بال ما نقطع الجلاش هيكون السمنه دي جمدت معانا في الارضيه. هنجيب لفة الجلاش بتاعتنا وفردناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا ونحطها على الجلاش كده بالمنظر ده كده، ونبتدي نقطع فيه الجلاش بتاعنا على مقاس الصينية. تمام كده. بالسكينة عندي هنا كده، وهاخد مقاس الصينية بمنتهى السهولة، مفيش فيها اي حاجة. شايفين بالمنظر ده كده. كده انا خدت مقاس الصينية بتاعتي. هاخد بقى الزيادات دي هشيلها في كيس بلاستيك في الفريزر زي ما قلت لكم، بس ما تسيبوهاش بس عشان ما تنشفش، كانوها على طول في الفريزر. هلفها في الورقه اللي هي كانت فيها الجلاش دي. بسم الله ونبتدي نشتغل في الصينيه بتاعتنا. هاخد اول رق كده احاول اظبطه في الصينيه. بسم الله. احاول بس اظبطه عشان ايه يجي مظبوط معايا. عندي هنا بقى السمنه السايحه، كل رق ورق هندهن بالسمنه السايحه. هي مش بتاخد على فكره سمنه كتير، بس هو يا دوبك دهنه. شوفوا دهنه بسيطه بس من السمنه كده، عشان لما بتدهني بين كل رق ورق بالطبقات بتطلع مورقه وحلوه، وبيطلع مقرمش وحلو جميل معاكي. تمام. غير لما تحطي كذا طبقه وبعد كده تدهني بيطلع يعني ايه زي المعجن كده، مبقاش مورق معاكي. تمام. اول حاجه بس بتعدي طبقات الجلاش معاكي عشان تعرفي انت هتحطي كام واحده تحت وكام واحده فوق. يعني مثلا لو طلع معانا 16 نحط 8 تحت و8 فوق. تمام كده. عشان يطلعوا بالتساوي لازم الطبقتين يكونوا قد بعض. هاخد الطبقه التانية كده وبرضو بالفرشه هدهن. بسم الله. المهم دهن الفرشه زي ما قلت لكم، ما تنسوش بين كل طبقه وطبقه عشان يطلع مورق معاكم ان شاء الله. ودي الطبقه الثالثه. طبعا تشتغلوا في الجلاش بسرعه عشان ما ينشفش معاكي. ولو اتكسرت واحده، لو لقيتي الجلاش متكسر مفيش مشكله خالص، هو بيتظبط بعد كده مش بيبان عليه خالص ان هو متكسر. اهم حاجه تحط الطبقات المتكسره في النص. الطبقه اللي تحت تكون سليمه، والطبقات اللي اخر طبقه برضو تكون سليمه. الطبقات المتكسره حطها في النص عشان ما تبانش معاكي. تمام. وهكمل بقى باقي الكميه بتاعتي بنفس الشكل ده بس عشان ما اطولش عليكم. بقى انا حطيت نص الطبقات بتاعه الجلاش بتاعتي ودهنت بالسمنه زي ما شفنا مع بعض كده. عندي هنا بقى الفستق الكداب اللي احنا كنا عملناه مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله لونه جميل ازاي. هغطي بقى الجلاش بتاعي كله بحشوه الفستق. ما شاء الله عايزه اقول لكم ريحته بجد رهيبه، حلو جدا جدا، مع اننا عاملينه من فتره لسه ريحته جميله ما شاء الله. وكمان حطاه بره التلاجة مش في التلاجة، حطاه
في دولاب المطبخ كده، بس بجد جميل جدا. اللي ما شافش الفيديو ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاع الفستق الكداب اللي احنا عاملينه ده، عشان تقدروا تزينوا بيه كل انواع الحلويات بتاعتكم في رمضان ان شاء الله. حطي بقى فستق على قد ما تقدر. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف وفي اول تعليق ان شاء الله كمان. حطيت طبقة الفستق زي ما انتوا شايفين كده. حطي بس رشة بسيطة كده من السمنة عشان الفستق يمسك في بعضه، او ممكن كمان رشة يعني ايه معلقة من العسل الابيض او الشربات التقيل. تمام. هكمل بقى باقي الطبقات بتاعه الجلاش بتاعتي بنفس الطريقة لحد ما نخلص طبقات الجلاش كلها. كده خلصت طبقات الجلاش بتاعتي كلها. هاجي على اخر بقى طبقة هدهنها بدهنة كويسة جدا من السمنة عشان ده بقى الوش ويتحمر وياخد لون معانا حلو ذهبي كده. تمام. هي السمنة جملت معايا بس مفيش مشكلة ان احنا بندهن بالفرشة. المهم ان هي تكون سهلة في الفرد، يعني تقدري ان انت تفرديها. تمام. بدهنها بس زي ما قلت لكم دهنة حلوة عشان ده الوش بقى. لما دهنا الوش دهنة كويسة زي ما احنا شفنا مع بعض كده بالسمنة، هنقطع بقى الجلاش بتاعنا قبل ما ندخله الفرن، عشان تقطيعه بعد ما بيستوي يبقى صعب طبعا جدا ويتكسر منك ويتبدل معاكي. تمام. هتقطعي بقى التقطيعة اللي تعجبك، هتقطعيه مثلثات، تقطعيه مثلثات او مربعات كده، يعني زي ما تحبي، او الشكل اللي هو البقلاوه ده زي ما تحبي. تمام. انا هقطعه مثلثات زي ما انتوا شايفين كده اهو. بسم الله. شايفين تقطيعه سهل جدا عشان السمنه بتلزق في بعضها فالورق مش بيتحرك، بيفضل ثابت كده اهو. ودي كانت التقطيعه بتاعتنا زي ما احنا شفنا كده. لو انتي حاسه ان التقطيعه دي كبيره ممكن تقسمي كل مثلث كمان واحده، يعني تقسمي كل مثلث على 2 كده، فزي ما تحبي. تمام كده. انا هسيبه كده وهدخله بقى الفرن على درجه حراره 200. هشغل الفرن من تحت بس، هحط الصينيه بتاعتي على الرف الوسطاني على الشبكه. هشغل الفرن من تحت بس. اول ما تلاقي الحروف بتاعه الجلاش اخدت اللون الذهبي الحلو ده هتفصلي من تحت وهتشغلي الشوايه عشان ياخد اللون الذهبي الحلو. بس المهم ما تطوليش عليه في الفرن عشان الوش بتاعه ما يتحرقش وياخد لون ذهبي حلو كده، ما يبقاش محروق. تمام. هنشوف شكله بعد لما يستوي او بعد ما يتحمر ان شاء الله. كده شكل صينيه الجلاش بتاعتنا بعد ما خرجت من الفرن. شايفين ما شاء الله اخدت اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده من تحت ومن فوق. زي ما قلت لكم انا سويته الاول، حمرت الاول الارضيه وبعد كده طفيت من تحت وشغلت الشوايه، اخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ودلوقتي بقى اول ما الجلاش بتاعنا يخرج من الفرن مباشره عندي هنا الشربات بتاعنا او العسل بتاعنا اللي عملناه مع بعض. الشربات يكون بدرجه حراره المطبخ، يكون بارد. تمام كده. والجلاش لسه خارج حالا من الفرن. بنسمي بسم الله ونسقي الجلاش بتاعنا. هو في صوت طشطشه بس بسيطه كده، المفروض تسمعوا الصوت ده. سامعين؟ انا مش عارفه الصوت وصل لكم ولا ايه، بس لازم تسمعوا الصوت ده. اول ما تخرج من الصينيه تخرج من الفرن مباشره على طول تنزلي عليها بالعسل. تمام. هي الكميه دي مظبوطه على الصينيه بتاعتنا. شايفين بقى التوريقه دي؟ شايفين؟ عايزه اقول لكم مقرمش وجميل وحاجه كده بجد تفتح النفس. شايفين لونه عامل ازاي ومورق وجميل. لا حطينا له بيكنج باودر عشان يورق ولا الكلام ده. التوريقه دي سرها ان احنا عاملين كل طبقه وطبقين كل طبقه وطبقه اللهم صل على النبي اللي هو السمنه. دهنه السمنه بين كل طبقه وطبقه بتديكي التوريقه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. بتبقى كل ورقه بورقتها كده. تمام. شايفين شكل صينيه الجلاش بتاعتنا ده الشكل النهائي بتاعها. انا زينتها زي ما انتوا شايفين كده بشويه من الفستق الكداب وواحده كرز احمر كده. شكلها بجد خطير. ايه رايكم بقى؟ بجد ايه رايكم؟ عايزاكم تقولوا لي رايكم بجد وبصراحه كده في الكومنتات.
لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو. انا زينتها بشكل بسيط جدا زي ما انتم شايفين كده، بشويه من الفستق وواحده كرز زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى الشكل في الطبيعه حلو جدا جدا. عايزه بس ارفع لكم واحده. ده كده شكلها معانا اهي. ده قطعه شايفين ما شاء الله مورقه ازاي، والفستق جواها عامل ازاي، ما عملش اللون بتاعه ولا اي حاجه اهو. بجد تحفه. عايزاكم انتوا بقى تحكموا عليها. وشكل التحمير بتاعها جميل جميل جميل، مقرمشه من بره وطريه من جوه، حلوه جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك